ما تشاركش واحد دلوقتي في الوقت ده بيحسب كل حاجه بالدولار. انا اديتك الفلوسي لما الدولار كان بكذا ولما نط بقى بكذا فانا خسران. اي حد هيحط المعيار ده معاك ما تشاركوش، لان هو مش مدرك ان في فرق بين الادخار وبين ايه؟ بين الاستثمار. بين الادخار حافظ لي على قيمه العمله زي الدولار او الذهب او اي عمله، وبين الاستثمار انا ممكن البيزنس بتاعك هنقومه مع بعض هيجيب مثلا 100000 جنيه في الشهر، والذهب او الدولار جاب لك 140000. هو ده انه طول العمر يعني ولا ايه؟ ده استثمار، ده بروجكت، دي هويه، دي حاجه بتكبر، ده حاجه ليها عائد بجد، ده فيها شغل، ده ليها مكسب بتاكل وتشرب منه. لكن في الاصل التاني انت ما حولتوش لفلوس، ودي جمله مهمه جدا. يعني بيجي لك واحد مثلا يقول لك انا اشتريت شقه ب 2 مليون جنيه ودلوقتي الشقه دي ب 2 مليون 400. واحد تاني يقول لك انا كان معايا دولار ب 10000 جنيه قيمته ودلوقتي الدولار ب 30000 جنيه. ده احسن من اي مشروع. هو ده مش مشروع، ده مش معيار مشروع، ده خرف، ده اقتصاديا خرف، دي مضاربه، دي سبوبه، لكن مش انفست، مش حاجه تتورث الاولاد. واحنا دايما في رسالتنا في مظله ان الجيل بتاع الطبقه المتوسطه والفاميلي بيزنس والحاج محمد اللي احنا بنقعد نهري فيه ان هو يسلم جيل لجيل. دي الحاجات اللي تبني الدول، دي الحاجات اللي تبني الشركات. هو ده المشروع، هو ده الاستثمار الحقيقي.